السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي وقناتكم قناة مطبخ عائشة. للناس اللي عاد التحقوا بالقناة ولا الناس اللي بداو معايا منذ البداية، فمرحبا بكم جميعا. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم هاد الحريشات هادو ديال الدقيق الذرة اللي كيجيو من السمين هكا بطيبة الليمون. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ما نطولش عليكم، نخليكم تعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير. بسم الله على بركة الله. المقادير غنحتاجو عندنا هنايا 3 الكيسان العبار ديال كاس العنبة، دائما 3 الكيسان ديال الدقيق الذرة، وكاس ديال السميده الرقيقه. كيف ما يمكن لكم انكم تستغناو على السميده الرقيقه وتعوضوه بدقيق الذره، كيبقى اختياري. عندنا هنايا كاس ديال عصير البرتقال اولا مندارين، داكشي اللي موجود. عندنا هنايا كاس معامرش ديال الزيت النباتيه، حبه ديال البيض، نص كاس ديال السكر سنيده، وعندنا النافع حبيبات واحد المعلقه، واحد الساشي ديال الخميره، ونص معلقه ديال الخميره ديال الدار، وعندنا هنايا لاغوم ديال الليمون حتى هو كيبقى اختياري. كان متوفر كتضيفوه، ما كانش ولا ما كنتوش كتبغيوه ما تضيفوش. صافي هنا كناخذ الاناء اللي غادي نخلط فيه الخليط. عندنا كناخذوا البيضه غادي نطربوها مع القليل من الملح والسكر سنيده. صافي كنضيف قليل من الملح، واحد رشيشه هكا، وكنضيف السكر سنيدا. انا هنايا درت غير نص كاس ديال السكر، لحقاش ما كنبغيهمش يكونوا حلوين بزاف. نتوما تيبقى دائما السكر حسب الذوق، بغيتو تضيفوا المزيد كتضيفوه، يعني تكملوا الكاس. انا هنا كنفضل انني ندير غير نص كاس، ولا تيجي السكر ديالها معتدل يعني كيجي مزيان. صافي كنطربهم مزيان حتى تذوب ديك السكر سنيده مع ديك البيضه. هذا باش غادي نضيف الباقي المكونات. وكنبدا نزيد الزيت بشويه بشويه وانا كنخلط. بعد ما خلطنا السكر والبيض، يعني داك السكر حتى داب، هذا باش كنبداو نضيفوا الزيت وحنا كنخلطوا. من بعد ما غادي نخلط هاد المكونات هادو غادي نبدا نضيف ليهم. صافي انا كنبدا نضيف العصير ديال البرتقال اولا مندارين اللي متوفر واللي موجود. صافي من بعد ما كنضيف داك الكاس ديال العصير كنضيف الخميره ديال الدار، وغادي نضيف راس معلقه ديال لاغوم ديال البرتقال. كيف ما قلت لكم من قبل تيبقى اختياري، غير هو الطيبه ديال الليمون كتجي مع هاد كتخرج النكهه ديال الليمون في الحريشات ديالنا. صافي من بعد غادي نطربهم مزيان حتى غادي تذوب ليا الخميره مع باقي المكونات. صافي هنا كنضيف النافع اولا اليانسون حبيبات هكا، حتى ما كيجيو زوينين في هاد الحريشات هادو. كنخلطهم حتى ينسجموا ليا، وكنبدا نضيف هنا في الدقيق ديال الذره. غادي نضيف الكاس الاول وغادي نخلطو حتى غادي ينسجم ليا مع الخليط، وغادي نبقى بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال الدقيق. الكميه مضبوطه، وغنخلي لكم في صندوق الوصف المقادير مكتوبه. صافي هنا بعد ما كنضيف الكاس الثاني غادي نضيف السميده الرقيقه. كيف ما سبق ليا وذكرت نقدروا نستغناو عليها ونعوضوها بدقيق الذره بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه هكا من الدقيق الابيض ولا الدقيق القمح. صافي هنا غادي نضيف الخميره، واحد الساشي ديال الخميره، وغادي نخلط المكونات كاملين
الا لاحظتوا معايا باقي لي واحد الكاس باقا ما ضفتوش. غادي نخلط هاد الخليط هذا، من بعد غادي نضيف الكاس اللي متبقى ليا. واخا تشوفوها هكاك مطلوقه ما تخافوش منها، يعني كتبقى راه كتشرب. صافي هنا كنضيف الكاس الرابع، وانا كنخوي بشويه بشويه، انا كنخلط حتى غادي نساجم ليا مع الخليط. بعد ما كنتاكدوا انه تخلط لنا الخليط غادي نوضعوه على جنب ونخليه واحد ربع ساعه تقريبا حتى 20 دقيقه. يلا لاحظتوا معايا الخليط كيبان مازال باقي مطلوق، ولكن واخا كيبان لكم هكا كنخليوه هاد الطريقه غادي يبقى مازال حتى غادي تشرب وغادي يجيكم هو هذاك. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي بعد مرور 20 ديال الدقائق خليت الخليط ديالي تشرب. هنايا غادي نحتاجو البلبوله ديال الذره، يعني ديك الحرشه اللي كتكون هي باش غادي نقرص الحريشات ديالنا. صافي هنايا حاطه حدايا اللاطه واحد زلافه دايره فيها شويه ديال الماء، غادي نبدا ندهن بها يديا هكا باش ما تلصقش ليا الخليط في يديا وانا كنقرص. صافي هنا كندهن يديا بالماء وكنقطع الكويرات اولا الحريشات ديالنا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. غندوزهم في الحرشه ديال الذره، يعني البلبوله ديال الذره. صافي غادي نبدا نوضعهم في اللاطه وكنضع فوق منهم واحد شويه ديال البلبوله الذره. صافي غادي نبقى هكا مستمره حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. نفس الشيء كنغطس يديا في الماء، كنقطع به العجين، كندير فيها كويرات، كندوزها في الحرشه ديال الذره وكنوضعها في اللاطه. صافي غادي نبقى مستمره هكا كيف ما قلت لكم حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. هنا اخواتي وانا كنقرص فيهم راني دايره الفران كيحمى. انا في الاول كنديرو على 200 درجه حتى تيسخن مزيان، كندخل اللاطه غير تبان لينا بدات كتشقق الحريشات كنقصوا ل 170 درجه وكنخليهم حتى تيطيبوا على خاطرهم. درتهم في الفران ديال الغاز غادي تحطوهم لتحت حتى تيبانوا تشقوا، يعني الطياب ديال البهله. ايوا دابا غادي ندخلوهم الفران يطيبوا، من بعد ما يطيبوا نطلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وتيكونوا هادو هما الحريشات ديالنا اخواتي بعد ما كنخرجوهم من الفران كيجيو هكا مشقين كيشهيو. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. راه كيجيو هشاش كيذوبوا في الفم ومنسمين بالليمون كيجيو اكثر من رائعين. غير جربوهم هاد الحريشات هادو على حسابي، يعني الذره والليمون كيجيو واحد المذاق هائل ورائع. الا جربتوهم ان شاء الله غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم دعموني بلايك واشتراك في القناه. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو، الى فيديو جديد ان شاء الله وصفه جديده. السلام عليكم.